السلام عليكم يا رجالة. أشرف بن شرقي في الأهلي. في ناس زعلانة وناس مقهورة من الزمالك وتقول لك ده فلاح واحنا اللي نضفناه واحنا اللي طلعناه واحنا اللي خليناه بني آدم وما كانش حد يعرف أشرف بن شرقي وي وي. انت بتتكلم ليه كده؟ انت مالك أصلا؟ هو راجل راح، الراجل راح شاف مصلحته، لقى الدنيا حلوة فيه فلوس، ما حدش كلمه من عندك، كل اللي من عندك مفيش خالص في الطراوة خالص. ما عندهمش اي فكرة ان اشرف بن شرقي يجي، ما كان قدامك اصلا من بداية الموسم كان قدامك، فانت ما رحتش فوت. فالراجل لقى مليون دولار في السنة فقال لك الدنيا حلوة، انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، والراجل بيتكلم بالمادة. فالناس بتوع الاهلي شغلوا دماغهم، قال لك لا ده صفقة حلوة هتضرب عصفورين بحجر. اقول لك انا خدت لعيب من الزمالك وي وي وي، صفقة نفسية شوية فانت زعلان. وده كان مش عارف ما تقولش الكلام ده، لان انت كزملكاوي لما بتيجي مثلا بتحصل حاجه زي كده انت بتتكلم فين؟ انت فكر اهلاوي، هو كان عندك ومش لا ما تفكرش زيه وترجع تلومه. خلينا بقى نتكلم بصراحه، اللعيب عندك يا باشا، هو الموضوع المشكله عندك انت في النادي، فما تلزقهاش بقى في الاهلي وتجيبها كده، لا، انت عندك مشكله. والناس بقى اللي كانت ما بتحبش مرتضى منصور لازم برضو شهاده حق، الراجل ده انا بحبه بصراحه، الراجل ده انا بحبه بعيد عن اي حاجه تانيه. قال لك مرتضى منصور بيسرق من نادي، مرتضى منصور مش عارف بياخد فلوس من نادي، مرتضى منصور بيكسب من نادي، وابنه بيكسب من نادي، وابن التاني بيكسب من نادي، وكلهم بيكسبوا من نادي. وبيجيبوا صفقات. ازاي يعني؟ ازاي يا جماعه؟ يعني الراجل دلوقتي مش عارف يجدد لزيزو، مش عارف، يعني اللعيبه بقى لها 6 شهور ما خدتش فلوسها. مش عارف تجدد لزيزو، مش عارف تجيب صفقات تانية، الاهلي عمال يغفلك، عمال يديك افيان وشراليط وكده، واخد بالك، وبيدلعك ومرتضى منصور كان بياخد فلوس من نادي وكان بيجيب صفقات. ازاي يعني؟ بص احنا نتكلم بالمنطق، احنا اخوات مع بعض، ازاي بيكسب ده هو لو عامل كده يبقى راجل بريمو. يعني عارف انت، هو اكله بحلقه، يعني هو اكله بحلقه. طب هو الراجل كان بياخد فلوس من النادي ماشي يا عم، كان بيجيب صفقات، خلاص الله يسهل له. يا عم الراجل بيكسب وبيجيب صفقات عادي، يا عم صباح الفل، هات اللي انت عايزه وهات صفقات وخد فلوس ودلع نفسك، ما تمام الراجل ماشي صح. لكن احنا لا، ده كان بياخد فلوس، ده كان مش عارف بيكسب، وابنه كان بيكسب، وفلان كان، انت مالك يا عم؟ انت مش النادي بتاعك مستقر؟ انت مش في عندك استقرار؟ انت مش في صفقات بتيجي الراجل ده كان بيخش بترل الصفقات. ده مرتضى منصور كده جاب مش عارف 27 صفقه في الموسم، 27 صفقه ايه؟ ده هو كان ملك الصفقات، وبياخد من اهلي لعيبه وبيضرب. هو يا جماعه من وجهه نظري هو ما ينفعش للزمالك غير مرتضى منصور. اقعد بقى اتكلم، هات فلان هات علان، ما حد بيدفع من جيبه، هو كان بيدفع من جيبه. هو مستحيل ما كانش بيدفع في الوضع ده، مستحيل الراجل ده ما كانش بيحط من جيبه، مستحيل. ما هو انت شفت بعد منه اهو. وناس تقول لك اصل هو الديون اللي فاتت اللي عليه، هو بقى كان تقريبا ده مش عارف كام سنه، دخل في ال 10 سنين ولا 12 سنه، الراجل من 12 سنه عمال يدين في نفسه. الراجل خلاص يا باشا شيلتك شيلها. كان عندك شويه ده يا جماعه، ده السيتي بيتوقف له قيد، يعني اكيد مش احنا والسيتي، يعني عادي اي فريق في العالم بيتوقف له قيد. ايه المشكله؟ الراجل زك في سنه، ايه المشكله؟ زك في سنتين، ايه المشكله؟ هو انت كنت قبل منه كان عندك حد؟ هو انت كنت بتعرف تخش تجيب صفقه واحده؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج بالله عليك، انت كزملكاوي بقى، اول حاجه مبروك للنادي الاهلي. لعبها صح، انا احب اللعبه الحلوه، خليك راجل حقاني عشان ما تتشويش. انا احب اللعبه الحلوه، الراجل لعبها صح فوق النمره واحد. دب دب طخ طخ اشرف بن شرقي. انت بقى هتجيب مين؟ الله اعلم، يعني ما انت مش هتجيب حد، انت مش عارف تجدد، تجيب يا جدع، بس يا جدع النبي تجيب مين وتجيب. وانا يا عم اللي احط لك اللي هي الاسعاف، حد جاي، حد الاسعاف دي هتيجي تشيل حد من الجماهير الفتره اللي جايه، السرينه دي هتيجي تشيل حد من الجماهير، مش هتيجي تعمل غير كده خالص. واشرف بن شرقي ما يتلامش خالص، ومستحيل اطلع اشتم اقول له فيك وفيك وفيك وفيك، انت مالك؟ الراجل يعني شوف النهايه بتاعته بتعمل ازاي. الراجل ما يعني عقده خلص، كمل معاك، جاب لك بطوله وماشي. ما تبقاش انسان وحش، يعني ما تبقاش انسان مش كويس. لا تمام، روح الله يسهل لك حاجه. زي زيزو كده مثلا، نتكلم مثلا في نقطه زيزو مثلا. زيزو مثلا، ابوك والنادي ومش النادي، ومفروض تجدد. يا جماعه انتوا ما بتصرفوش عليه، يعني انتوا الراجل ده ما بتصرفوش عليه من جيبكم. الراجل طالب كام مليون؟ يستحق 100 مليون، سوري يستحق ال 100 مليون. اشرف بن شرقي 30 سنه اهو وهو واخد 50 مليون في السنه. ايه يعني يستحق؟ وما انت جبت مشلاك مش عارف ب 700 الف دولار، هو مشلاك ده مش عارف بتاع ايه، ما ينفعش نقول بتاع ايه، يعني ابيضاني قوي ما ينفعش معانا اللون ده، اللون ده ما ينفعش مع الزمالك، ابيض مع ابيض ما ينفعوش مع بعض الاثنين. فانت جبت مشلاك بفلوس برضه على فكرناه ببلاش تلعب بفلوس. فزيزو عايز 100 مليون، مش عايزه سيبه. في ملايين اكتر هيجي، يعني الراجل هياخد اكتر. يا جماعه الراجل مستواه عالي، بسم الله ما شاء الله كويس. هو الراجل بيطلب بناء على مستواه،
مش بناء على هو انا 100 مليون وما بعملش. لا، الراجل بيطلب على مستواه يا جماعه. يعني الراجل بيقول لك انا عايز 100 مليون عشان هو يستحق ال 100 مليون. مش عاوز تديله مشيه. ما تحطش الجماهير عليه، وابوك يا زيزو ومش عارف مين يا زيزو يعني الولا في ظل الكفته اللي احنا فيها دي، الولا فوق النمره واحد. الولا عدى العيب وركب العيب اللي بعده، هيعمل ايه تاني؟ صباح الفل خالص. الراجل يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني الله يسهل له الحال. مبروك لاشرف بن شرقي. واحد بتستغرب ده زملكاوي تقول مبروك؟ اه قول مبروك. الراجل راح شاف مصلحته. انت اللي النادي بتاعك نايم، بصحيه وبتعالى كلمني. يلا سلام عليكم.